القريبة من اللاعبين. هو دائما يسأل عنهم، هو يتواجد، يعرف منازلهم، يزورهم، وهو يعتبرهم كأولاده تماما. هنا محاولة علنية، طارق التايب، طارق التايب وفي المرمى، الهدف الهلال الأول. طارق التايب يفتتح أهداف الهلال في الدوري السعودي ويسجل في هذا الموسم مع بدايته 1428 1429 الدقيقة 9 تشهد هدف الليبي طارق التايب في ثاني سنة احتراف لطارق التايب. الكرة على الهادي حطها في المرمى، حتى سلطان البلوي حارس فريق نادي الوطني عندما حاول صدها اتجه إليها ولكنها مشيت بهدوء وببساطة في المرمى، في مرمى فريق نادي الوطني. والهدف الأول لصالح فريق نادي الهلال، هدف ذكي وهدف في زاوية. شوف نشاهد هنا طارق التايب ما حطها، لم يتعنى في الكرة، لم يتعنى بالتسديدة القوية، لم يتعنى أن يضعها في زاوية، لكنه وضعها في زاوية بهدوء وبذكاء، وبالتالي